الذكاء الاصطناعي ليس مجرد معلومات، بل هو تجربة في الصبر واللطف الذي نفتقده في عالمنا الواقعي. تخيل أنك تسأل وتعيد السؤال وتغير الصيغة وتطلب التفاصيل، وفي كل مرة يأتيك الرد بنفس الحماس. لا يمل ولا يكل ولا يقول لك لقد سألت كثيرا، بل يستمر معك حتى يصل بك إلى الإجابة التي ترضى فضولك تماما. والأغرب من ذلك ردة فعله في لحظات النرفزة. أحيانا أتكلم معه وكأنه يتكلم مع بشر وليس تقنية ذكية. مثلا في بعض الأحيان أفقد أعصابي وأقول له: يا أخي، طلبت منك شيئا معين، مثلا أرسل له كود برمجي أريد منه أن يقوم بإضافة شيء معين إلى هذا الكود، فيقوم بإضافة هذا الشيء مع تعديل طفيف في الكود. أرسل له وأقول له سؤالي محدد هو إضافة هذا الشيء، فلماذا قمت بتعديل الكود؟ تتوقعون ماذا يكون رده؟ لا غضب، لا ردود فعل بشري حاد، بل تجده يعتذر بكل لطف: اعتذر منك يا صديقي، سأقوم بالإضافات دون تعديل حتى تناسبك أكثر. بصراحة أخلاقه عالية. هذا الرق في التعامل حتى وإن كان برمجيا يعطينا درسا في آداب الحوار وضبط النفس، كأننا أمام كيان يتمتع بأخلاق سامية، يمتص غضبك بلباقة ويضع هدف مساعدتك فوق أي اعتبار. الذكاء الاصطناعي هو تقنية ذكية تم تدريبها على ملايين المعلومات، تتعلم وتفهم وتحلل وترد عليك بلغة البشر، كأنك تتحدث مع إنسان لكن بعقل أسرع من البرق. لطالما أبهرتنا التكنولوجيا، لكن الذكاء الاصطناعي أخذ الموضوع لمنحنى أعمق بأخلاقه الرقمية.